الرقاصه انها ترقص على التيمبو بنت الكلب، لا سامعه تيمبو ولا سامعه حاجه ولا سامعه نيله. هو ايه دمتك دمتك صح كده، هي عم. البنت دي كانت جربت يعني او قالت لي عايزين ننزل مع بعض وعايزه يعني ازور كام حاجه في مصر. قلت لها تحت امرك يلا بينا يعني قالت لي انا عايزه اروح كباريه. فقلت لها ليه؟ قالت لي لا كباريه، انا عايزه اروح كباريه يعني عندكم الكباريهات تحفه وبتاع. وانا رد فعلي انا من جوه انا عمري ما دخلت كباريه، انا ما اعرفش كباريه. مخيلتي كلها استاذ صلاح عبد الله مش عارف ايه بس مصورنا كده الحاجات اللي هي ايه، الحاجات اللي هي من على الوش، الحاجات اللي هي الكليشيهات، اخش الاقي ماجد الكدواني عامل كده الحاجات دي. فكلمت واحد صاحبي مدعي قوي، مدعي بقى اللي هو بيجي يقعد معانا لسه جاي خربان، هو مش شارب، مش لاقي روح بقه ينسون، هو مش شارب حاجه، مش شارب حاجه خالص. وصف لي المكان بس المكان ده ما فيهوش كباريهات، ما فيش الكلام ده. فدخلت اول حاجه كانت عماره، ده عماره كباريه في عماره يعني مش احسن حاجه. فطلعت الدور الاول كلها ابواب شقه، يعني انا مش لاقي اللي هي ايه صوره الرقاصه لولا رقاصه الحاجات اللي هي. ففي باب موارب جريت عليه طالع منه الصوت، وقعد قدامه حد هو مش جارد، هو واكل كويس يعني هو هو صحيا تمام يعني هو. دخلت الباب موارد، بفتح الباب لقيت يافطة على الباب مكتوب شقة المهندس خالد الإبياري. حتى هنزعج الباشمهندس أو حاجة، يمكن النهارده مش جاي معاه بسكر يعني جاي معاه بحاجة تاني يعني. دخلت جماعة احنا في انحدار في الحرام. الحرام ما بقاش حرام. لا 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 دوام الحال من المحال والله العظيم. والله العظيم والله العظيم دخلت لقيت كنب. دخلت لقيت كنب وفي نتيجه متعلقه وفي جرايد. ايه ده ايه ده؟ انا استاذنكم هدخل اسكر لو سمحت، استاذنكم. والناس والله العظيم الريكلام بكم. دخلت لقيت ريكلام بكم انا مش. وإذ فجأة سوري في اللفظ اجمد ريكلام فيهم، سوري